حلقتنا النهاردة مش بس مثيرة، لا دي حاجة تقيلة قوي. هحكي لكم عن زمن كان الجواسيس فيه بيعملوا شغل يعملوا منه أفلام أكشن. دي حرب ما كانتش بالسلاح، دي كانت بالذكاء والمكايد. جواسيس وخيانات وعمليات سرية وخطط معقدة قوي. النهاردة هنعيش مع بعض في عالم الجواسيس اللي كانوا بيحاربوا من تحت لتحت، من موسكو لواشنطن ومن لندن لبرلين. الشرق والغرب كانوا بيلعبوا لعبة شد الحبل، بس الحبل ده كان أسرار نووية. النهاردة بقى هنعرف مين اللي كان بيلعب بذكاء ومين كان بيلعب بالنار. فاستنوا معايا وهنكشف لكم أسرار حرب الجواسيس اللي غيرت العالم كله. أهلا بيكم في قعدة كنبة مع نانسي العشري. طيب خلينا نبسطها مع بعض كده ونتخيل ان الحرب الباردة كانت عاملة زي مباراة كرة القدم، بس بدل ما كانوا بيلعبوا بالكورة كانوا بيلعبوا بالأسرار. من ناحية الشرق كان عندنا الفريق الأحمر اللي هو الاتحاد السوفيتي، وكان عندهم جاسوس اسمه ألدريتش أميس اللي كان بيعمل أسيست للروس بأسرار CIA. وبسبب معلوماته الاتحاد السوفيتي قدر يعرف هويات جواسيس أمريكيين كتير قوي واتعدم كتير منهم. أما بقى من ناحية الغرب فعندنا الفريق الأزرق اللي هم أمريكا وبريطانيا، وكان عندهم جاسوس جامد قوي اسمه جورج بليك اللي كان بيلعب لصالح الروس وهو جوه MI6 البريطانية. يعني تخيلوا واحد جوه الجهة نفسها وبيعمل هاتريك ضد فريقه، وده باع معلومات وهرب للاتحاد السوفيتي بعد ما كشفوه. وكان في برضو كيم فيلبي اللي كان من أكبر الجواسيس السوفيتية في بريطانيا، لدرجة يا جماعة انه كان بيقول انا مش خاين، انا بس بحب العب مع الفريق التاني. شوف يا اخي. وطبعا مش عايزين ننسى روزنبرج، الزوجين الخونة جوليوس وإيثيل روزنبرج اللي هم باعوا اسرار امريكا النووية للاتحاد السوفيتي، وساعتها اتهموهم بالخيانة. بس بقى هم كانوا شايفين ان هم بيعملوا خدمة للبشرية. يعني تخيل كده يا اخي تروح تقول لمراتك يا حبيبتي النهارده هنخون بلدنا عشان السلام. يا سلام. فالجواسيس دول كان لعبهم جامد قوي، بس في الاخر الكل عايز يكسب المباراة حتى لو كانت المباراة دي بتكلف العالم كله. طيب تعالوا بقى نعرف ناس تانية. أوليج جورديفسكي، وده كان جاسوس بريطاني وبيشتغل لصالح الاتحاد السوفيتي. يعني كان بيلعب دبل ايجنت في جهاز الاستخبارات البريطانية. تخيل بقى يا مؤمن، واحد بيشتغل في الأمن وبيخون البلد في نفس ذات الوقت. وده كان أهم جواسيس الحرب الباردة، وكانت بريطانيا شايفاه بطل وروسيا شايفاه خاين. جون أنتوني ووكر، وده كان جاسوس أمريكي في البحرية، وكان بيعمل شلف للأسرار العسكرية للروس. يعني كان بيدي معلومات عن الغواصات والأسلحة النووية، وكأنه بيقول خدوا يا رجالة دي عليا. وده بقى اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. فاسيلي زايتسيف، لا ده مش الجاسوس اللي في فيلم انمي ات ذا جيت، لا ده جاسوس حقيقي كان بيشتغل لصالح الاتحاد السوفيتي في ألمانيا الشرقية. وده كان قناص وجاسوس سوفيتي في الحرب العالمية الثانية، وفي الحرب الباردة كان بيدي معلومات عن خطط الناتو، وكأنه بيقول لا أنا مش بضرب بس حاسبه أنا كمان بجيب معلومات. ونيجي لآخر واحدة إليزابيث بنتلي، لا مش دي، ايوه دي. ودي كانت جاسوسة امريكية لصالح الاتحاد السوفيتي، وكانت يا سيدي بتقولك انا بعمل كده عشان السلام العالمي. يعني تخيل كده تقول انا بخون بلدي عشان بحب العالم. يا سلام. وعشان نختم حلقتنا فعاوزين نقول ان الجواسيس دول كانوا بيلعبوا لعبة خطيرة جدا، بس في الاخر كل واحد عنده قصة وحكاية تقيلة قوي، سواء كانوا بيعملوا كده عشان الفلوس او عشان الايمان بفكرة او حتى عشان اللعب للفريق التاني. ودول الناس اللي غيروا تاريخ العالم من ورا الكواليس. استنوا موضوع جديد الحلقة الجاية مع قعدة كنبة. سلام.